السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا ايمان ودي قناتي جربي مع ايمي. بنعمل روتينات وتجديدات وكمان مش هننسى نفسنا من اهتمام بالبشرة والشعر. شرفني اشتراكك في القناة لو لسه ما اشتركتيش، ولايك حلو زيك وكومنت اعرف بيه رايك في مشتريات النهارده. فيديو النهارده هيبقى عبارة عن الجزء الاولاني من مشتريات لتجديدات قبل رمضان. عايزه اقولك انها مشتريات بسيطة مش غالية خالص، اجدد بيها المطبخ وكمان غرفة النوم عندي من غير ما اكلف نفسي. من ضمن مصاريف البيت حصالة صغيرة بحط فيها باقي فلوس من السوق، من مصروف، من حاجة اشتريتها كده، بتفرق معايا جدا. اول حاجة جبتها كده كانت الستيكر الرخامي ده، انا جايباه عشان اجدد بيه رخامة المطبخ. طبعا كنت قبل كده جايبة الرخام الستيكر اللي هو الابيض ده. بصراحة كان جميل وكان شكله شيك قوي، بس ابتديت بقى ان انا احط مثلا مستعجلة او كده، احط عليه حلة، احط عليه حاجة سخنة، فابتدى مكانه يعلم ويقشر حتة بسيطة. فالولاد طبعا داخلين طالعين مش عاتقين، يعني يشيل حتة زي لعبة كده، فابتدوا يشيلوا منها اجزاء صغيرة، فبوظت منظر الرخامة خالص. فقررت ان انا اشيله كله واعمل رخامة جديدة، مع ان كان عندي منها يعني ايه، كنت جايبة 5 متر تقريبا ب50 جنيه، كان الرول على بعضه. كان عندي منها تاني، فقررت ان لا، انا هجرب الرخام الشكل الاسود ده، وهعمل الباقي بتاع الستيكر الابيض على رخامة التسريح. يعني حبيت اشقلب الدنيا شوية كده. كمان السجادة دي ألوانها عجبتني قوي، كانت عاملة 10 جنيه، قلت أجيبها لأوضة الولاد. مساحة الإزاز دي كانت عاملة 15، طبعا من شركة ميد ستار، معروفة للبلاستيكات، حلوة قوي. خامة المساحة حلوة قوي كمان. طبعا الأشكال الحلوة دي بتاعت مغناطيس التلاجة، تعمل شكل جديد وفي نفس الوقت ايه، أشكال حلوة. الولاد فرحوا بشكلها قوي، وفي نفس الوقت جددت شكل التلاجة. دي من ضمن تغييرات المطبخ. تمام. كمان عندي برطمانات كتير بقى، وكلنا عندنا البرطمانات دي، ده عايزة شكلها يبقى حلو، في نفس الوقت ابقى عارفة ايه اللي جوه البرطمان من غير ما افتحهم. جبت الاستيكرات دي، كل ستيكر عليه اسم طبعا. كانت عاملة 10 جنيه الباكت، هي وش وظهر. كمان طبعا الصينية القمر دي من ضمن التغييرات بقى، نعملها كده شكل ديكوري، او نحط بقى عليها ال- المبخرة، فطار، اي حاجة بسيطة كده، وفي نفس الوقت شكلها شيك ولذيذ. كانت عاملة 16 جنيه. كمان جبت مساحة الباركيه دي، عايزة بقى اي حاجة عالية المطبخ، اي حاجة كده تسهل عليا الدنيا. سألت عليها من ضمن الأسعار الغالية، طبعا كانت ب55. جبتها من مكان كانت عاملة 48 جنيه. بصراحة جميلة وشكلها حلو قوي، وكمان في التنظيفات هتسهل عليا التنظيفات جدا. عايزة اقول لكم ان شاء الله الفترة اللي جاية تنظيفات بقى وتغييرات كده بتاعت قبل رمضان بإذن الله، هتبقى حلوة وان شاء الله هتعجبكم. كمان الفوط الميكرو فايبر دي جميلة في شرب المية بقى والتراب، والتنظيفات حلوة قوي. هي مفروض مرسوم عليها ان هي للعربيات، بس تقريبا هي بواقي قماش من حاجة، بس المهم ان هي ميكرو فايبر وبتشيل. كان التلاتة دول عاملين 12 ونص تقريبا. بس انا جربتها قبل كده في جبت منها قبل كده، بصراحة عجبتني عشان كده جبت منها تاني. كانت بتشيل حلو قوي المية، وفي نفس الوقت في التنظيف او في الغسيل بتنضف زي الفل بصراحة يعني. كمان الكوبايات دي هما كانوا اتنين مع بعض، ما شاء الله خامتها جامدة وحلوة، يعني ما تستقليش بأي حاجة بتلاقيها. خدت استخدمت واحدة، والتانية شلتها كده، قلت اشوف بقى هستخدمها في ايه. خدت كده الاشكال المغناطيس دي معاكم، وقلت احطها على التلاجة واوريكم شكلها على بعض كده. ما شاء الله، يعني نطقت التلاجة كده وخلت منظرها حلو. حاجات بسيطة يعني ممكن ب10 جنيه كده تخلي شكل التلاجة طالعة داخلة، انت حاسة بحاجة جديدة جبتيها. 10 جنيه مش هتفرق معاكي. لو جنيه 2 جنيه تبقى معاكي كل يوم، هتجيبي بيها حاجة هتجددلك النفسية وهتغيرلك المطبخ، وهتعمل بهجة كده في المكان. يعني ما تستقليش بأي حاجة، مبلغ بسيط معاكي. تمام. مش هننسى الحصالة بتاعتنا موجودة في المطبخ، أي بواقي جنيه، 2، 5، 10، في آخر الأسبوع هتفرق جدا. نيجي بقى على بطل فيديو النهاردة. ده يعني
اجمد حاجة في التغييرات هي الستارة دي. انا كنت محتاجة ستارة لأوضة النوم تبقى تقيلة. انا اغلبية الستاير اللي عندي خفيفة وصيفي، فقررت ان انا هجيب الستارة تقيلة تنفع للشتا وفي نفس الوقت شكلها مودرن وشيك. تبقى يعني ايه برضو، حتى لو انتي مقفلة برضو بيخش سرسوب هوا كده متفهميش منين. فطبعا لو ستارة تقيلة بتمنع الضوء وفي نفس الوقت الهوا. بالليل بقى عشان الولاد ما يبردوش او كده. هي طبعا لأوضة النوم مش لأوضة الولاد. تمام. بس انا ان شاء الله هجيب منها تاني لأوضة الاولاد. دي كانت لون زيتي في بيج في اوف وايت. تمام. ليه زيتي؟ الشكل بصراحة درجات الألوان عجبتني جدا، وفي نفس الوقت أنا السجاد عندي فيه درجة الزيتي والأوضة فيها لون أصفر، فقلت هتبقى حلوة قوي مع البيج، وفي نفس الوقت ايه هتبقى ماشية معاها. واللون الزيتي ما شاء الله منطق البيج والأوف وايت جدا، يعني هي درجات الألوان حلوة قوي فيها. المتر كان عامل 80 جنيه. أنا جبت 2 متر، أنا مفروض فيه شباك وفيه باب للبلكونة. جبت للاتنين 2 متر و2 متر. فزي ما قلت لكم هي كانت المتر عامل 85 جنيه. هوريها لكم دلوقتي بعد ما حطيتها. جميلة ما شاء الله، حلوة قوي. يعني بصراحة حبيت ان انا ابتدي من دلوقتي تغييرات قبل رمضان، الحق بدري بدري، وفي نفس الوقت ايه عبال ما يجي رمضان ما بقاش زنقت نفسي وعايزة كل حاجة مرة واحدة. تمام. زي ما شفتوا كده الحلقات الراجل عملها لي باللون الذهبي علشان تبقى من ماشية مع نفس ايه الالوان بتاعتها. ما ينفعش طبعا احطها الشكل. عايزة اوريكم ان انا بحطها في الستارة لازم تبقى الجهة ناحية الحيطة، ما بحطهاش ناحية الوش بتاع الستارة. تمام. ندخليها من جوه، وطبعا تخلي اخر جزء فيها برضو يخش من جوه عشان يخلي شكل الستارة شكلها حلو، ما تبقاش باينة ان هي باقي الستارة كده وخلاص وقفت. اظن فاهمين فكرتي. دي بقى خيوط من الخياط عادي. بس كده كان شكلها. عايزه اقول لكم بقى ما شاء الله بصوا، هنا انا كنت روقت الاوضه كلها ونضفت وخلصت، وخلاص كانت ناقصه على الستاره. بصوا ما شاء الله حلوه ازاي. عايزه اوريها لكم بقى على بعضها كده، ما شاء الله شكلها تحفه. لو عايزه تجددي او تغيري يا دوبك تلحقي تحوشي حاجه بسيطه في حاجه بسيطه. اللي يتبقى معاكي من مصروف البيت قدرتي تحوشي لك 100 جنيه ولا حاجه، هتجمعي بيها، يعني هتجيبي بيها حاجات بسيطه وفي نفس الوقت هتنفعك في رمضان. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ومتنسونيش في اللايك والاشتراك للقناه وعلى زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ده كده على باب البلكونه والشباك. اتمنى الستاره تكون عجبتكم والحاجه عجبتكم. يلا باي باي.